بُصّي، النهارده هاقول لِك على أحلى وأطعم وألذ طريقة تعملي بيها البامية أم صلصة، وما تقوليش بقى لعدوِّنِك عليها، هاقول لِك عليها بطريقتي، واعمليها كده من سُكات وقولي لي رأيِك في التعليقات. أول حاجة هنجيب كده معلقتين كده من السمنة البلدي، أنا باستخدم سمنة شيراتون زي ما أنتم عارفين، حطيت كمان توم مفروم، اعملوا بقى بأي نوع توم، أنا هنا باستخدم نوع دوبيلا عشان اللي أنا كنت مفرّزاه خلص. هادّي له بقى تقليبة حلوة كده علشان اللون كده يبقى حلو. جِبت بقى البامية وغسلتها كويس وحطيتها في المصفى عشان تنشف، وبعد كده قمّعتها. أنا باوريكم هنا كده كام واحدة باقمّعها زي ما أنتم شايفين كده من فوق، وبعد كده باروح شقّاها. طبعًا ما باوصلش للآخر، باشُقّها بس كده من النُص أو من فوق زي ما أنتم عايزين. دي طريقة التقميع، باقعد ألِف كده حوالين نَفْسها، وبعد كده باعملها من تحت وباشُقّها كده من فوق أو من الجنب. حطيتها كده زي ما أنتم شايفين مع التومة اللي أنا عملتها، وهاقلّبهم تقليبة حلوة كده وتشويحة حلوة قبل ما أحط الصلصة. حطيت هنا صلصة طماطم أنا كنت عاملاها، ضرباها يعني في الخلاط، قلّبتها كويس، وبعد كده بقى حطيت توابل مشكّلة، التوابل اللي أنا باستخدمها بتاعة كنور دي بتاعة اللحمة المفرومة بجد خطيرة، وبعد كده حطيت شوية ملح هيمالايا، هاقلّب بقى كل الكلام ده الحلو ده مع بعضه وأغطّيه ياخد ويدّي كده مع نَفْسه. وبعد كده بقى لمّا يوصل لنُص السِوَى كده، ابتديت إن أنا أحُط شوية إيه، شوربة، أنا كان عندي شوربة، حطيت بقى الشوربة هنا وابتديت إن أنا أقلّبها وأسيبها بقى تكمّل سواها زي الفُل. عقبال بقى ما تكمّل سواها خلاص هي لمّا تكون قرّبت كده، باروح جايبة بقى طاسة حلوة حاطة فيها سمنة بلدي، وهاحُط فيها حبّة توم برضه، أشوّحهم كده تشويحة حلوة، هنعمل لها بقى أحلى طشّة زي بتاعة الملوخية كده، حطيت بقى معلقة كبيرة كده مليانة من الكزبرة الناشفة، وهاقلّبها كده حلو بقى، عارفين طشة الملوخية؟ هي دي بالضبط. عندي هنا بصلاية أنا already كنت مشوّحاها في سمنة وشايلاها في الفريزر، طلّعتها هنا كمّلت بيها بقى على التوم ياخدوا كده من طعم بعض، وممكن الخطوة دي تعمليها في الأول، تشوّحي البصلة في الأول مع التوم ومع البامية قبل ما نحط الصلصة عادي، الحالتين ما فيش مشكلة. هنا بقى حطيت الطشة بتاعتي وقلّبتها، وابتدينا بقى هنا نغرف، شايفين اللون؟ أنا مش عايزة أقول لكم على الريحة بقى، يا ريتكم كنتم شامين الريحة، بجد خطيرة، شوية بامية عارفين اللي بتاكلوها في الصعيد؟ بجد، بجد تحفة، سمنة بلدي، طبعًا استخدمي السمنة الموجودة عندِك، مش هنعقّد الدنيا، استخدمي الزيت الموجود عندِك براحتك جدًا، أي حاجة بتستخدميها. ولكن أنا باقول لكم على حلاوتها، حلاوتها بتطلع حلوة جدًا بالسمنة البلدي، وبالطشة الحلوة اللي إحنا بنعملها، وكمان لمّا بتتقلب في التوم في الأول، بجد هتاكلي أطعم وأحلى بامية عملتيها في حياتِك.